السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم أصدقاء؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة التمرين رقم 61 في برنامج الإعداد العام. زي ما عودتكم إن شاء الله هنزل لك تمرينة كل يوم لغاية لما نخلص برنامج الإعداد العام. كمل الفيديو معايا لحد الآخر عشان في تفاصيل صغيرة أوي النهاردة في المجموعات عايزك تفهمها عشان تقدر تشرحها للمتدربين اللي معاك وتستفيد بالوحدة التدريبية دي. بس قبل ما نبدأ في 3 نقط بحب أتكلم فيهم كل مرة هنبه عليهم. مهم قوي في النقطة الأولى إن أنت تعمل كشف دوري للسباحين اللي معاك وتطمن على حالتهم الصحية، وتبقى متأكد إن السباح ده لما تشتغل معاه على التحملات اللي موجودة في البرنامج مش هيأثر عليه تأثير سلبي. النقطة التانية والمهمة جدا برضو إن ضروري أوي إن السباحين اللي معاك عشان تقدر تشتغل معاهم على البرنامج ده يكون فاهم جميع مهارات السباحة، عارف الأربع عماد بالهاي تكنيك بتاعهم، الترنات والاستريمات والبريك اوت. مهم أوي إن السباح يكون عنده حصيلة دريلات في الأربع عماد، هيساعدك وهيوفر عليك وقت كتير جدا. النقطة التالتة والأخيرة، مهم أوي إن السباح قبل ما ينزل ياخد الوحدة التدريبية يعمل إحماء دراي لاين ستريتشنج، يحرك دراعاته ومفاصله، وده هيساعده في إن مستواه إن شاء الله يتطور بشكل كبير. هنبدأ النهاردة التمرين رقم 61 إن شاء الله. خلاص قربنا نخلص إعداد العام، هنبدأ نخش على الإعداد الخاص. تابع الفترة اللي جاية علشان الفترة اللي جاية هتكون مهمة جدا في التطور اللي هيحصل في البرنامج. النهارده ان شاء الله على المجاميع الاساسيه هنقول ان هي الورم اب والبري مين والمين سيت والريكفري والتوتال. اما بالنسبه للمجاميع الفرعيه فيلا بينا نبدا نتكلم فيه. عندنا النهارده 300 حره في الورم اب. السباح بيروح ويجي 12 مره، عنده 15 ترن، عنده سوري عنده 11 ترن، عنده 12 مرة بيروح ويجي فيهم بيعمل الستريم لاين بتاعه، بيعمل بريك اوت. لازم الكوعي بيكون عالي، لازم السباح يكون راسه نايم على المية في إيقاع ثابت كل 3 نفس، عايم مرتاح، بتدخله في جو التمرينة علشان تضمن أفضل نتيجة. البريمين عندنا النهاردة 8 في 25 باك رجلين. نشتغل باك رجلين، ممكن نشتغل على الستريم، على الاسترتش، على الستريم لاين، على ال11. ممكن نشتغل دراع واحد، ممكن نشتغل دراع فيلينج، مفيش مشكلة في وضع الرجلين الدراعات. بس المهم جدا ان وضع الرجلين يكون الرجلين غرقانة جوه المية، الحركة بتيجي من فوق. مهم ان السباح اللي معاك يكون رجله مفرودة، بيشوط بمشط رجله كويس، راسه نايمة على المية بس زاوية الرؤية مظبوطة. عندنا حاجة اسمها سايد كيك برضو مفيش مشكلة والسباح يتعلمها، كل ده هيساعد السباح ان هو مستواه يتطور معاك. بالنسبة النهاردة للمنسد عبارة عن كيلو 400. كيلو 400 احنا عندنا 5 مجاميع، ركز معايا علشان 5 مجاميع دول مهمين قوي وكلهم بيسلموا بعض. المجموعة الأولى بطل عبارة عن 4 في 50 حرة سبرنت أول أوت. جيت ذا تايم ريست دقيقة. السباح اللي معاك بيعوم 4 في 50. حاول تقرب له الأرقام بتاعته. مهم أوي إنك تاخد رقم السباح وهو تعبان مش وهو مرتاح، وهو مرتاح رقمه هيكون أفضل رقم. أنا عايز أوصل لرقم السباح أثناء المجهود القوي. ال50 الأولى بتكون طبعا رقمها معروف، احنا عايزين ال50 الأخيرة اللي هي الرابعة. اسمع الرقم بتاع السباح وبتقول له ان انت رقمك كذا، وبتبدأ ان انت تشتغل معاه على الاسبرنتات. بتفهمه في الاسبرنتات ايه بقى، بتقول له ان انت كيك دولفين لازم تبقى قوية وسريعة في الستريم لاين. تطلع من الكيك دولفين الكيك حرة برضو بنفس الكلام بدون توقف. اول كاتشين مهمين جدا بدون نفس، زي بالظبط اخر حتة في الحمام اللي هي الفينش لازم يكون من غير نفس نهائي. السباح وهو عايم معاك ضروري قوي يكون عنده نقطة مهمة جدا، النفس بتاعه في السبرنتات بياخده من اتجاه واحد، بيقلل نفس على قد ما يقدر بس بياخد نفس زوجي ما بياخدش نفس فردي. ده علشان ما يعطلش السباح ويخليه يركز في السبرنت. تردد الرجلين والدراعات بيكون أعلى تردد، وده إن شاء الله هيطور مستواه بشكل ملحوظ. عندنا بعد كده 4 في 50 حرة بس رجلين بالبورد. يعني بعد ما السباح بيخلص يمسك البورد ويعمل نفس هي المجموعة بالرجلين، ونشوف ضربات رجليه ايه الوضع فيها. بعد كده عندنا 4 في 25 حرة جيت ذا تايم برضو، يعني سبرنتات اول اوت. بناخد الرقم، السباح بقى بيطلع في ال25 دي، ويفضل ان هي تكون من غير نفس، ولو هياخد نفس يكون نفس واحد بس. طيب عندنا بعد كده 4 في 25 حرة هي بس رجلين. احنا عندنا جميلة التمرينة دي. عندنا كامل، يعني حرة كامل رجلين، حرة كامل رجلين. بعد كده 2 في 200 ايروبيك
دقيقة ونص الريست، فانت بتهدي السباح خالص. تمام. بعد كده بتخش معاه على الريكفري، فكل ده بيخلي السباح مستواه يعني يبدأ النبض يرجع طبيعي، النفس يرجع طبيعي، الدنيا تتظبط معاك. بس مهم قوي، خلينا في المجموعة الرابعة دلوقتي. الأربعة في 25 فري فاست كيك ويز بورد. بقى بيمسك البورد يعمل ضربات رجلين قوية جدا. وعايزك برضو تمسك التايم بتاعه في 25 وفي 50 رجلين وكامل، تعرف السباح اللي معاك ده شغله بيقول ايه، وضعه بيقول ايه. هل السباح اللي معاك ده فعلا عنده مشكلة في الدراعات، عنده مشكلة في الرجلين، عنده مشكلة في الرجلين مع الدراعات؟ طب محتاجين نركز في ايه؟ هي دي فكرة الإعداد العام يا جماعة. فكرة الإعداد العام إن أنت بتحاول تعمل تستات على كل عومة، بتعمل تستات على الدريلات كتير لغاية لما تطلع الأخطاء اللي عند السباح، تبدأ تتجنب الأخطاء دي وتشتغل عليها، ومستوى السباح بأمر الله يتطور معاك جدا جدا جدا. آخر حاجة عندنا 2 في 400. 400 اللي هي 16 مرة، 15 ترن. 400 دي بتبقى جميلة، والسباح لو عودته عليها هيحبها قوي يعني. في سباحين بيحبوا يسمعوا الأرقام الطويلة دي. عندنا 2 في 400 حرة ايروبيك، الريست 1 دقيقة و30 ثانية. السباح بيقوم كل 3 نفس، وكل كاتش نفس مفيش مشكلة. المهم السباح يتنفس كويس، أهم حاجة بس العضلة تبقى شغالة، ما يبقاش الراحة بتاعته سلبية، يبقى الراحة إيجابية. يعتبر من أول المجموعة رقم 5 ده كول داون. خلاص احنا ما خدنا اللي احنا عايزينه يعني. عملنا للسباح السبرنتات رجلين وكامل، قدرنا الحمد لله ناخد الأرقام بتاعتنا. وممكن تكرر التمرينة دي مرة واتنين، بحد أقصى 3، بس ما ينفعش يكونوا ورا بعض يعني، فيها سبرنتات عالية، يعني تجنبا لا قدر الله لأي إصابة. الريكفري عندنا عبارة عن 100 متر باك بريست. السباح بيعوم مرتاح فيهم، بيتنفس كويس. النبض والنفس لازم يرجعوا طبيعي، مينفعش السباح يطلع بره المية نفسه عالي او النبض بتاعه عالي عشان ما يدوخش، عشان ما يحصلوش اصابه. توتال النهارده 2 كيلو. تمرينه جميله جدا وسمينه، وفيها شغل جامد. عايزه كابتن مهم قوي يكون شخصيته قويه علشان يقدر يسيطر على السباحين، عشان يقدر ياخد منهم الارقام، عشان يقدر يفهمهم قد ايه التمرينه دي مهمه، وهي المصيريه، هي اللي بتحدد مستوى السباح وتعرفه ان السبرنتات هي يعني ان شاء الله تكون هدفه في المستقبل. الارقام دي لازم تتحسن، ويكون في برضو توازن ما بين الشدة بتاعة الكابتن، ويكون في توازن ما بين برضو الصداقة. لازم الكابتن يصادق أو يعمل صداقة كده ما بينه وما بين اللعيبة، عشان يحببهم في المية ويحسسهم إن هم فعلا مستواهم بيتحسن. اللي أنا عايز أقوله في الآخر إن اكتب لي في الكومنتات وقول لي أنت بتمرن في إيه، كام سنة، اشتغلت معاهم على البرنامج ولا لسه، وصلت معاهم لإيه بالظبط. وقول لي برضو القياسات بتاعت السباحين اللي معاك في الحرة، في الباك، في البريست، في الدولفين، في 50 والمية والميتين. بس اوعى تقيس على تكنيك غلط. ده اللي بحب اقوله في كل حلقة وفي كل فيديو، علشان السباحين اللي معانا دول بيكونوا امانة. نحاول بقدر الامكان نحافظ على الامانة اللي معانا، ونطلع مستويات تشرفنا وتشرف نفسها. شكرا لكم يا شباب، واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، واشوفكم في الحلقة اللي جاية رقم 62. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.